أسوأ حاجة ممكن يحس بيها الإنسان لما يلاقي نفسه بعد معافرة ومقاومة وحرب مع الدنيا يكتشف إنه لسه محلك سر، لسه واقف عند نقطة الصفر، وإنه عمره اتسرق منه وضاعت أحلى أيام حياته وشبابه على حاجة ما تستاهلش، إن ضحى بنفسه وسعادته عشان الناس ما تستحقش التضحية، إنه يقدم كتير قوي وفي الآخر ما يلاقيش حتى كلمة شكر، لا وكمان بيتهموه إنه في الأساس ما عملش ولا قدم أي حاجة. لما يفتكر إنه غالي ومهم عند حد وتيجي المواقف اللي تثبت له إنه ولا غالي ولا حاجة ولا فارق أصلا، وحتى لما يجي يحاول إنه يبتدي من جديد ويقف على رجليه مرة تانية يلاقي مليون حاجة سحبته وشدته لتحت تاني. لما يحاول إنه يثق في الناس من جديد ويتعشم في حد إنه هيقف جنبه ويعوضه يلاقيه جرحه جرح أكبر وعذبه عذاب أشد، يلاقيه بدل ما يقوي ضعفه ويكبر خاطره وكسره بيضعفه أكتر ويكسره أكتر. بدل ما كان الحبل اللي متخيل إنه هيطلعه من بير الأحزان اللي غرق فيه يطلع حبل المشنقة اللي هيلف حوالين رقبته لحد ما يخنقه ويموته. وقتها البني آدم من شدة الحيرة والقهر والوجع ما بيبقاش عارف يفكر ولا يستوعب كل الخبطات اللي عمالة تحصل له من كل ناحية، وبيقف وبيسأل نفسه يا ترى هو العيب والغلط من عند مين، فينا ولا فيهم؟